اتكلمنا في حته مهمه جدا ان السيلز لازم يفهم العميل عشان يعرف يسكنه. طب انا هفهم العميل ازاي؟ لازم اسمعه اكتر، لازم اساله اسئله يقدر يرد عليا ويتكلم باستفاضه عشان اقدر اعرف هو بيدور على ايه. طب الفتره اللي فاتت دي كلها ما اشتراش ليه؟ يبقى لازم اسمعه، لازم يبقى عندي مهاره التفاوض، لازم يبقى عندي فهم ودراسه كامله للمشاريع اللي انا شغال عليها، ولازم اكون بطور من نفسي كل شويه عشان اقدر ابقى عارف انا بعمل ايه. يبقى صاحب الشركه اوريدي لو هو كان سيلز بيبقى سهل جدا 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 انه يقدر يدرب الناس دي. زي مثل البلدي بيقول لو ما كنتش صبي مش ممكن تبقى معلم. الخبره اللي عندي من السنين اللي فاتت هي اللي خلتني لازم ابقى عارف السيلز دلوقتي لازم يبقى عامل ازاي. لازم السيلز يكون عنده انضباط، لازم السيلز فعلا يكون ملتزم، لازم يكون حاسس بالمسؤوليه، ولازم يكون بيطور من نفسه دايما دايما. انا كل يوم بقابل عملاء كتير مختلفه من فريق المبيعات عندي، العميل المستعجل اللي عايز استثمار بسرعه، العميل اللي عايز يستلم ويدفع على اطول فتره سداد، اللي عايز ينقل بالشهر الجاي والشهر اللي بعده ويستلم ويدفع اقل قسط. فده احتكاكنا بالعملاء ده اللي بيخلينا دايما فاهمين السوق بيبتدي يتحرك ازاي كل فتره. من خبرات السنين اللي فاتت قدرنا نعرف السيلز اللي نجح هو نجح ليه او نجح ازاي. كلهم اجتمعوا على حاجتين: الانضباط والتطور. كان دايما بيطور من نفسه ودايما منضبط. يعني ايه منضبط؟ يعني عارف هو جاي يعمل ايه، عارف هو يومه هيعمل فيه ايه، يفكر بطريقه مختلفه، شايف فعلا حاجه مختلفه، عايز يوصل لهدف ومفيش حاجه خالص هتعيقه عن ده. هو ده الانضباط، ده اللي بيعادل الشغف. يعني ناس كتير بتبقى داخله المجال تبيع في اول فتره، ده مش حظ مبتدئين، ده بيبقى شغف وعنده باور وعايز يعمل كل حاجه. الحاجه الوحيده اللي تقدر تعادل ده الانضباط. يعني انا جاي النهارده الشغل هعمل 100 مكالمه، عندي 20 فولوينج، عندي لازم اطلع ب2 ميتنج. لو قدرت تنضبط في ده هيكمل معاك وبالتالي هتقدر تنجح زي الناس اللي يبقى اتفقنا ان جسر الثقه اللي بين العميل وبين السيلز ده مهم جدا جدا. وقلنا كمان السيلز يقدر يعمل ده ازاي. السكيلز لازم يبقى عنده سكيلز مختلفه، لازم يبقى عنده مهاره التفاوض مختلفه. والشركه كمان او صاحب الشركه اللي هو بيشتغل فيها لازم يبقى عنده رؤيه وعنده فيجن للمستقبل. ازاي المنطقه دي بتتحرك، سواء في الاسعار، المنطقه دي في الانشاءات عامله ازاي، المنطقه دي في الROI عامل ازاي. لازم يكون ده موجود عشان العميل لو لقى ده موجود في السيلز بيعرف ان وراه شركه قويه. يبقى العميل محتاج حد يفهمه ويساعده، والسيلز محتاج سكيلز عشان يقدر يفهم العميل، والشركه محتاجه فيجن عشان يبقى عندها رؤيه للمستقبل. الثلاث حاجات دول لو اتجمعوا هتبقى في ثقه جامده جدا بين العملاء وبين السيلز وبين الشركه اللي احنا بنبداها سوا. وان شاء الله الحلقات اللي جايه هنتكلم على ازاي السيلز يبقى مرجع للعميل بتاعه، ازاي العميل يقدر يختار الشركه الصح اللي يشتري معاها، ازاي شركه البروكريدج تقدر تبني ثقه بينها وبين العميل. أنا أشرف ماهر، صاحب ومدير مبيعات شركة ارتقاء بروكريدج. إن شاء الله في الحلقات اللي جاية هتبقى أفضل.